كشفت تقارير دولية عن الأجواء المشحونة التي سبقت وترافق جولة المفاوضات الجديدة حول الصحراء المغربية بمدريد، حيث تجد الجزائر وجبهة البوليساريو أنفسهما تحت ضغط دولي غير مسبوق للقبول بالأمر الواقع الذي تفرضه التحولات الدبلوماسية الأخيرة. وإلى جانب الضغط الدبلوماسي، ترصد القراءات السياسية ارتباكاً في مواقف خصوم الوحدة الترابية الذين يحاولون المناورة عبر التمسك بمواقف تقليدية أكل عليها الدهر وشرب، في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بحل سياسي واقعي ومستدام. ويرى محللون أن جولة مدريد ليست مجرد لقاء بروتوكولي، بل هي محطة حاسمة لمواجهة الأطراف بمسؤولياتها التاريخية أمام المقترح المغربي الذي بات يحظى بإجماع كحل وحيد وممكن. وفي ظل هذا المشهد، تواصل الرباط نهج دبلوماسية الهدوء والفعالية، مستندة إلى مكاسبها الميدانية والسياسية، مما يضع الجزائر والبوليساريو في زاوية ضيقة تتطلب منهما اتخاذ قرارات صعبة لتفادي خسارة ما تبقى من أوراق ضغط.